وعمرك فكرت إزاي ممكن تشوف الكتاب المقدس مش مجرد شوية قصص متفرقة؟ لا، قصدي كقصة واحدة كبيرة مترابطة ليها بطل واحد هو يسوع المسيح؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، واخدك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه. النهاردة بقى بنستكشف مع بعض موقع اسمه بايبل بروجكت. بصراحة هو كنز حقيقي للشباب والخدام، أي حد بيدور على محتوى كتابي مفيد ومتقدم بطريقة جديدة كده وسهلة. فعلا، هو الفكرة الأساسية للموقع ده قايم عليها مدهشة. هدفهم يوضحوا إن الكتاب المقدس كله من أول سفر التكوين لحد سفر الرؤيا هو قصة واحدة متكاملة، مش مجرد وصايا أو أحداث تاريخية وخلاص. لأ، دي قصة واحدة، أحداثها كلها بتلف وتدور حوالين شخصية يسوع وعمله الخلاصي. صح، واللي بيميز شغلهم قوي هو استخدامهم للرسوم المتحركة. الانيميشن بتاعهم احترافي جدا، فيديوهاتهم مش بس بتلخص الأسفار، لا، دي كمان بتوضح الأفكار اللاهوتية العميقة والمصطلحات الصعبة بطريقة بصرية تخليك تفهمها بسهولة. بالظبط كده. عندهم مثلا فيديوهات اسمها نظرة عامة، دي لكل سفر في العهد القديم والجديد. الفيديو ده في دقايق قليلة بيديك خريطة للسفر كله، أهم شخصياته، إيه الأحداث الرئيسية، وإزاي السفر ده بيرتبط بباقي القصة الكبيرة. مثلا في فيديو سفر التكوين بيوريك إزاي بذور كل المواضيع المهمة اللي هتكمل في الكتاب المقدس كلها اتزرعت هناك. وفي كمان سلاسل كاملة عن مواضيع كتابية مهمة. مش بس بيعرفوا الموضوع، لا، ده بيتبعوا تطور المفهوم ده على مدار الكتاب المقدس كله، زي مثلا مفهوم الملكوت أو القداسة أو العهد. بيوروك إزاي الفكرة دي بدأت وإزاي اكتملت في شخص يسوع. ونقطة قوتهم كمان هي تركيزهم على الأساليب الأدبية المختلفة في الكتاب المقدس. عندهم سلسلة اسمها إزاي تقرأ الكتاب المقدس، دي بتشرح لك الفرق بين القصة والشعر والنبوة والأمثال، وإزاي فهم نوع النص بيساعدك تفهم الرسالة بتاعته صح. ده بصراحة بيغير طريقة قراءتنا للكتاب المقدس تماماً. كل ده رائع. طب بما إننا بنتكلم عن تسهيل الفهم وكده، هل المحتوى ده موجود باللهجة المصرية عشان يبقى أقرب وأسهل للشباب عندنا؟ أكيد، ودي من النقط القوية جداً عندهم. جزء كبير من شغلهم مترجم ومدبلج باللهجة المصرية العامية البسيطة، الفيديوهات والملخصات، وحتى في خطط قراءة كاملة معمولة مخصوص باللهجة المصرية. خطط قراءة زي إيه مثلا؟ مثلا في خطة اسمها رحلة في إنجيل لوقا وسفر الأعمال، دي بتاخدك خطوة بخطوة في السفرين دول، ومعاها فيديوهات توضيحية ونقط للمناقشة كمان. وفي خطط تانية زي محبة الرب الأبدية أو يسوع والإنسانية الجديدة. الخطط دي مناسبة قوي للدراسة لوحدك أو لمجموعات الشباب ودراسة الكتاب. مش بس فيديوهات وشرح، لا، ده يعتبر منهج متكامل بيساعد أي حد مهما كانت خلفيته إنه يدخل لعمق كلمة ربنا ويفهمها ويتفاعل معاها. بالظبط، هما بيقدموا الأدوات اللي تخلي رحلة فهم الكتاب المقدس دي ممتعة ومفيدة. والجميل بقى إن كل المحتوى ده متاح ببلاش للكل. ببلاش؟ طب إزاي بيقدروا ينتجوا كل المحتوى الجامد ده وبالجودة دي وباللغات كتير ويفضل مجاني؟ دي نقطة مهمة فعلا. هو الموقع بيعتمد بشكل كامل على التبرعات والدعم المادي من الناس اللي بتستخدمه، المستخدمين اللي بيحبوا شغلهم وحابين إنه يستمر ويوصل لناس أكتر. التبرعات دي بتتم إدارتها عن طريق جهة اسمها Trust Bridge، وده بيضمن الشفافية وإن الدعم ده بيوصل لهدفه الأساسي في نشر التعليم الكتابي. ده يخلي الواحد فعلا يقدر مجهودهم أكتر. طريقة عرضهم للكتاب المقدس كقصة واحدة دي بتخلي التفاصيل بتاعته تنور وترتبط ببعض بشكل الواحد ممكن ما يكونش شايفه قبل كده. بصراحة، إيه أكتر فكرة أو طريقة عرض شدتكم في شغل بايبل بروجكت؟ الموقع فعلا مليان حاجات تخلينا نفكر. هو فعلا بيقدم رؤية مختلفة ومحفزة للتفكير، ولأي حد مهتم إنه يستكشف بنفسه ويلاقي إجاباته الخاصة. رابط الموقع هتلاقوه موجود في وصف الحلقة. بنشجع الكل ياخد جولة فيه، أكيد هيستفيد. اللي ينفعك.
وقتك ذهب. اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.